فرزي بقى القلقاس بنفس الطريقة دي، هتاكلي أحلى قلقاس إن شاء الله. من فضلك ادخلي شوفي الفيديو وما تنسوناش في لايك واشتراك في القناة وفي رعاية الله. السلام عليكم، أهلا بيكم، ازيكم؟ النهاردة إن شاء الله هنفرز القلقاس مع بعضينا بطريقة حلوة ومبسطة، يقعد معاكي في الفريزر على قد ما يقعد، مش هيحصل له أي حاجة، وكمان هيوفر عليكي وقت وهيوفر عليكي مجهود. لما تيجي تعملي قلقاس كل اللي هتعمليه هتشدي كيس القلقاس من الفريزر وتحطيه في الشوربة وخلاص، مش هياخد معاكي وقت. واحنا مفرزين مع بعضنا على فكرة السلق. اللي ما يعرفش، انا مفرز السلق عندي على القناة، وكمان انا عاملة فيديو كمان لطبخ القلقاس من الالف للياء، اللي يحب يخش يتفرج عليه تابعوا معايا ان شاء الله. هيعجبكم الفيديو ان شاء الله. اول حاجة هنعملها طبعا انا هقشر القلقاس عشان بس البنات اللي لسه بتتعلم ازاي نقشر القلقاس. ممكن تقشريها كده، تمسكيها وتقشريها كده اهوت زي ما انت شايفه كده، وممكن تسنديها كده وتقشري كده كده حته حته كده زي ما يعني اهو الطريقه اللي تعجبك تقشري بيها. اهم حاجه بس وانت بتشيلي القلقاس، لو انت هتعملي مثلا كيلو او كيلو ونص، هتلاقي قلقاس على فكره وزن كيلو ونص، ممكن تلاقي قلقاسه وزن 2 كيلو، يعني 2 الا ربع. لو مثلا عايز تعملي مثلا وزن كيلو ونص، هاتي واحده على بعضيها، ما تجيبيش اتنين، يعني فاهماني؟ يعني لو كان صغير قدامك لا، هاتي واحده كبيره وزن مثلا كيلو او كيلو ونص، الحجم اللي انت عايزاه، علشان لما بيكونوا اتنين لما تيجي تسوي القلقاس تبص تلاقي واحده تاخد سوا والتانيه تستوي بسرعه، فطبعا كده هيبقى يعني مش كويس على يعني اللي هي تاخد سوا ديت، على ما تستوي تكون التانيه اتهرت. فمن الافضل انك انت تجيبي واحده على بعضيها الوزن اللي انت عايزاه وتعملي. لكن لو كنت مثلا هتهزني بقى كده، فانت هتبقي مضطره انك انت تجيبي اكتر من واحده، لانك انت اللي هيخزن اقل حاجه تخزني 5 كيلو مثلا، 4 كيلو، على حسب ايه الكميه اللي انت عايزه تخزنيها وعلى حسب استهلاكك للقلقاس. انا قشرتها اهي زي ما انتم شايفين كده. هشيل بقى كل دوت وبعدين هنقطعها مع بعضينا. بعد ما قشرنا القلقاس زي ما انت شايفه كده، هنقطعه بقى طبعا عشان البنات اللي لسه بيتعلموا تقطيع القلقاس. وممكن كده اهو الطريقه اللي انت شايفاها هتريحك، قطعي بيها زي ما انت شايفه كده. هقطع بقى كله ان شاء الله وبعدين نرجع نشوف هنعمل ايه. طبعا انا مش من هواة اللي هم يعني ان انا احط ليمون على القلقاس، لان الليمون بيغير الشوربه بتاعه القلقاس، فانا ما بحطش عليه ليمون خالص. احنا طلعنا لقينا اهالينا بيعملوه بالطريقه الحلوه اللي انا هعملها معاكم ديت. مفيش حاجه اسمها ليمون، لان الليمون بيغير الشوربه او طعم الشوربه.
فمن الافضل ان احنا نغسله كده غسله حلوه. هتشوفوه طبعا معايا، وما احطش ليمون خالص عشان طعم الشوربه يبقى حلو. وفي نفس الوقت مهما حطيتي من الليمون هتبص تلاقي بعد ما بتعملي القلقاس ويبدا يبرد كده هتبص تلاقي بقت الشوربه معاكي عامله زي المهلبيه بالظبط. فطبعا ده مش كويس. انما لما تغسليه بنفس الطريقه اللي انا هغسله بيها ديت يقعد معاكي يوم واثنين وثلاثه، وتسخني وتبردي فيه. الشوربه بتاعته جميله جدا وزي كانك لسه عامله. فتابعي معايا ان شاء الله الفيديو، ان شاء الله هيعجبك. زي ما انت شايفه كده بعد ما قطعناه كده هنحط بقى عليه ميه بتغلي. معلش البخار. نسيبه بقى في الميه اللي بتغلي دي اللي احنا غاليينها ديت السخنه لحد ما يهدى خالص ويبرد. زي ما انتم شايفين كده بعد ما الميه بردت هنبدا بقى نغسله كده غسله حلوه. تدعكي بقى بايديكي كده. الكلام ده طبعا عشان خاطر البنات اللي هم لسه بيتعلموا ازاي يخشوا الميه اهو. تدعكي بايدك كده. بصوا الميه عامله ازاي، شوفوا كده عامله ازاي، الميه تقيله ازاي. كل ده لو انت ما غسلتيش القلقاس بينزل كل ده في قلب الشوربه. شايفه عامله ازاي؟ ولما بتبرد بقى بتبقى اتخن من كده بكتير واتقل من كده بكتير، تبقى عامله زي المهلبيه بالظبط. الشوربه طبعا ما تتاكلش، لكن احنا واحنا بنغسل كده بننزل كل ده. هتقولي لي مثلا ما هو ده فيتامينات بتنزل. لا، المكعب ده مليان فيتامينات من جوه فكفايه. فاحنا نغسل كويس عشان خاطر ننزل ده، عشان لما نعمل قلقاس ناخد صوص اخضر كده جميل وطعمه بيبقى حلو وخفيف كده ويقعد معاك على قد ما يقعد ما يحصلوش اي حاجه. بعد ما هندعك كده بقى شويه هنصفي الميه دي خالص. شايفين الميه عامله ازاي اهو. هحط بقى شويه ميه من الحنفيه. هنزل برضو الحاجات دي هنزل الزرلقه اللي في القلقاس دي خالص كده. وهصفيه برضو من الميه ديت. وهحط عليه مره تاني ميه بتغلي. هحط بقى عليه الميه بتغلي تاني. دي تاني مره اهو. هما 3 مرات بس ميه بتغلي. وبعد كده هنشطفه وخلاص. معلش البخار طلع على الكاميرا. هنسيبه برضو في نفس الميه اللي هي حاطينها اللي كانت بتغلي ديت. هنسيبه لحد ما يبرد خالص ويهدى ونغسله بنفس الطريقه اللي فاتت. وبعد ما هغسله المره دي بنفس طريقه المره اللي فاتت هي مره تاني بس ميه بتغلي برضه هحطها، يعني 3 مرات ميه بتغلي. وبعد كده هتشوفوا معايا الميه صافيه جدا. دي الطريقه دي هي اللي تستعمليها عشان خاطر معلش هتتعبي شويه في الغسيل، لكن هتاكلي حاجه حلوه. لا ليمون ولا كلام من ده خالص، ولا حرقان ولا معلش ولا حرقان صدر ولا كلام من ده خالص. لان كتر الليمون في الحاجه بيحرق الصدر. فاحنا ليه احنا مش هنحط ليمون خالص. تبقى تاخدي الشوربه زي السكر والقلقاس جميل جدا. تابعوا معايا. زي ما انتم شايفين كده بعد ما غسلت القلقاس 3 مرات بالطريقه اللي انا قلت عليها شطفته بقى بميه بارده من الحنفيه. شايفين الميه صافيه ازاي اهوت. هصفيه بقى من الميه ديت وبعدين نشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت القلقاس في مصفى اهوت. هسيبه بس يتصفى من الميه ديت وبعد كده ان شاء الله نعبيه. بعد ما القلقاس اتصفى كده من الميه هنبدا بقى نعبيه على طول. طبعا هتعبي الكيس على قد الطبخه اللي انت
حطي فيها القلقاس على طول وهو مجمد. هتاخد معاكي بس يعني هياخد معاكي غلوتين كده، هو هيستوي على طول ان شاء الله. اهم حاجه انك انت تطلعي الهواء من الكيس يعني. وهيتشال في الفريزر بنفس الطريقه دي كده. لو عندك مكنه لحام الحمي الكيس من فوق، لو عايزه تربطيه ربطيه، يعني الطريقه اللي تعجبك اعملي بيها الكيس.